اهلا بيكم. ايه هي الاوراق المطلوبة في التمكين؟ اول حاجة مطلوبة في التمكين هي قسيمة الجواز، صورة من قسيمة الجواز لو كان التمكين مشترك، وصورة من شهادات ميلاد الولاد، وصورة من بطاقة الزوجة، وبنطلع بيهم على مكتب المحامي العام في محكمة الأسرة التابع ليها الشقة اللي هعمل عليها تمكين. بملى طلب في محكمة الأسرة وبيحصل تحريات، وبعد كده بيطلع لي قرار تمكين مشترك لو احنا لسه متجوزين، وبتنزل معايا قوة من تنفيذ الأحكام من الاسم، وبيسلموني الشقة بناء على قرار التمكين. طيب إذا كان التمكين بقى تم بعد الطلاق، في الحالة دي هيبقى تمكين منفرد. الأوراق المطلوبة هي نفس الأوراق بس بيضاف ليها صورة من شهادة الطلاق أو إشهاد الطلاق أو وثيقة الطلاق، وشهادات ميلاد الأطفال اللي أنا حاضنة ليهم، وبناء عليه باخد الشقة وبقوم بنفس الإجراءات. الفرق الوحيد إنه في الحالة دي التمكين بيبقى منفرد، وبناء عليه أنا اللي بعيش في الشقة، أنا والولاد المحضونين بس دون الزوج. طيب هل من حق الزوج إن هو يسترد مسكن الحضانة؟ أيوة، من حق الزوج إن هو يسترد مسكن الحضانة. يستردها امتى؟ يستردها بعد بلوغ الصغير 15 سنة. طب في حالات ممكن يستبدل فيها مسكن الحضانة؟ في حالات ممكن يستبدل فيها مسكن الحضانة. لو شقة الزوج تمليك، من حقه ان هو يأجر شقة للحاضنة تكون على نفس مستوى شقة الزوجية، ويرفع دعوى استبدال مسكن حضانة. القاضي بينزل خبير، ولو اتأكد انه مسكن الحضانة المؤجر مناسب، في الحالة دي بيؤمر باستبدال الحضانة، باستبدال مسكن الحضانة. فولو لايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.